قناة قراء زمان. تسمع وكأنك ترى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد حوالي 8 دقائق نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني من الآية 29 وحتى الآية 50 من سورة القصص. أما الآن فإليكم تقدمة لهذه التلاوة يقدم لها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار. بسم الله الرحمن الرحيم. تشير الآيات الكريمة من سورة القصص إلى قصة موسى بعد أن تزوج في أرض مدين من ابنة شيخها الكبير، وهو شعيب عليه السلام، أو رجل مؤمن من قوم شعيب كما تشير الروايات الأخرى. وقد قضى موسى في هذه الأرض 10 أعوام كاملة، كان فيها مثال الجد والمثابرة والإخلاص والأمانة، وكان هذا هو الأجل المضروب بينه وبين الشيخ الكبير. فلما قضى موسى الأجل وخرج بأهله من مدين إلى مصر، وكان خروجه إليها بتوجيه من الله سبحانه لإخراج بني إسرائيل من الظلم والهوان الذي أصابهم وحل بهم. وبينما كان موسى سائرا ومعه أهله، أبصر من الجهة التي تلي جبل الطور نارا، وكان البرد شديدا قاسيا، فحط رحاله وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وكانت هذه الليلة هي الليلة التي اختارها الله موعدا لما أراده لموسى من الكرامة وما اختصه به من النبوة والرسالة. فلما وصل إلى مكان النار لم يجد نارا، وإنما وجد نورا وضياء في شجرة. ونودي حينئذ من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وبذلك وجبت نبوته وثبتت رسالته، حيث أشرقت عليه الفيوضات الإلهية وكلمه ربه واختصه بتلك المنحة الربانية. ثم نودي بأن ألق عصاك التي في يدك، فألقاها فانقلبت إلى حية كبيرة، وكانت كالجان في حركتها العجيبة مع عظم خلقتها واتساع فمها واصطكاك أنيابها، بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها. وحينئذ تملكه الخوف والفزع، وولى مدبرا ولم يلتفت. ولكن الله ألقى في قلبه السكينة والطمأنينة، حيث قال له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فاطمأنت نفسه لنداء الله، وعرف أن العصا ليست ثعبانا وليست جان، وإنما هي معجزة أراد الله بها الرمز والإشارة لما سيكون لموسى مع فرعون بعد ذلك. ثم توجه ربه بمعجزة أخرى يزداد بها يقينا واطمئنانا بأن الله قد اختاره نبيا ورسولا، ذلك بأنه أمره أن يدخل يده في جيبه ويخرجها. وكان موسى أسمر اللون، فإذا باليد السمراء تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص. ثم أرجعها مرة ثانية إلى جيبه وأخرجها، فرجعت إلى اللون الطبيعي لسائر الجسم. وكان ذلك إيذانا بقدرة الله الذي خالف بين الألوان وخلق السواد والبياض في الإنسان. ثم تمضي الآيات بعد ذلك في سرد قصة موسى ولقائه مع فرعون، وكيف جحد فرعون بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة التي جاء بها موسى، وقال هو ومن معه من ملئه هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
وكيف قابل موسى هذا الإنكار والجحود من فرعون وملئه بالصبر الجميل، وفوض أمره لله قائلا: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. ثم تمضي الآيات الكريمة بعد ذلك مبينة كيف تمادى فرعون في كفره وغروره وحمقه، حيث قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وكيف حاق بهم مكرهم السيء فابتلعهم اليم وتقاذفتهم أمواجه وكانوا من المغرقين. وساق الله هذه القصة تسلية لرسوله الكريم عما أصابه ويصيبه من أذى المشركين وطغيانهم، وإيذانا بنصر الله له على أعدائه، كما جرت بذلك سنته، والعاقبة دائما للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف
إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون
فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي
واجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.
بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. من المصحف المجود استمعنا إلى القارئ الشيخ طه الفشني تلا علينا ما تيسر من سورة القصص.